خد بالك من كلمة وآثارهم، يبقى ممثل عمل كام فيلم ومات، طول ما الفيلم بيتذاع وأثر الفيلم شغال في الدنيا هو بيعذب بيه في القبر وبيحاسب عليه يوم القيامة. وشوف بقى العمل بتاعه اللي تركه ده، لأن في ناس كتير بتتمنى تبقى جعفر العمدة، وبتتمنى تبقى رمضان البرنس، وبتتمنى تبقى، خد بالك فده يبقى ايه ده؟ هتسيب أثر سيء زي ده في المجتمع. طول ما الأثر ده شغال في الناس وبيأثر في الناس والناس بتقتدي بيه، انت بتعذب عليه في القبر وبتعذب عليه في الآخرة. إنا نحن نحيي الموتى، ده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الأثر بتاع العمل بتاعك. فالأعمال لها أثر بعد موت صاحبها، إما أثر حسن إذا كانت أعمال حسنة، وإما أثر سيء والعياذ بالله.